الريد بيل ليست للحب فقط، بل لدليل حياتك اليومية. اكتشف الحقيقة. واش عندك شك في هذه المسألة؟ هذا السؤال اللي كيتقال بابتسامة خفيفة وواثقة كيلخص جوهر الريد بيل. هي ماشي مجرد فلسفة نظرية معقدة، بل هي نظرات جديدة كتمكنك تشوف الحياة كما هي عليه فعلا، ماشي كما كيتم تصويرها لينا في الأفلام أو كما كنبغيوها تكون. بزاف الناس كيربطوا الريد بيل بالعلاقات العاطفية، خصوصا بين الرجل والمرأة، ولكن الحقيقة أنها فلسفة حياة شاملة كتغير طريقة تعاملك مع كل شيء، من عملك لأصدقائك حتى علاقتك براسك. الريد بيل وعي أعمق بالعلاقات البشرية. في العلاقات الريد بيل كتعلمك تفهم الديناميكيات الخفية، كتوريك علاش أحيانا النساء كيمشيو غير بالعكس، وعلاش التبرير والدفاع المستمر كينقصوا من قيمتك. الجواب على واش كتبغيني ماشي بالضرورة يكون مباشرة، بل ممكن يكون واش عندك شك في هذه المسألة. راه أول حاجة كنفكر فيها في الصباح قبل ما نشرب قهوتي هي أنت. واش هذا سؤال أزوبيدة؟ هذا الجواب الذكي والفكاهي كيحول الموقف من اختبار لفرصة للضحك وتأكيد الثقة بالنفس. كذلك فاش كتسولك واش جات معايا هاد الكسوة، الرد ماشي ديما خاص يكون زوينة بزاف. عجبني اللون الأحمر اللي في الكم، كيبين باللي انت كتلاحظ التفاصيل، عندك رأيك الخاص وماشي ديما موافق. هادشي كيخلق نوع من التحدي والفضول وكيخليك مميز. أما فاش كيتم طرح موضوع الكادوات أو المادة بشكل عام، الريد بيل كتملك الشجاعة باش تحط الحدود. أما الكادوات غير تنساهم حتى دير شي حاجة إلا تستاهل. هذا الجواب كيأكد أن قيمتك ماشي مرتبطة بالفلوس، وأن الاهتمام الحقيقي أغلى من أي هدية. أبعد من العلاقات، الريد بيل في حياتك اليومية. تطبيق مبادئ الريد بيل كيمتد لجميع جوانب حياتك. في العمل كتولي تشوف ديناميكيات السلطة، المنافسة الخفية، وكيفاش تزيد من قيمتك المهنية. ما كتبقاش تلوم الظروف أو تتقبل أي وضع كيف ما كان، بل كتاخد زمام المبادرة. مع الأصدقاء والعائلة كتولي قادر تميز العلاقات الصحية من العلاقات السامة. كتعرف إمتى تحط الحدود وإمتى تعطي الاهتمام، وكيفاش تحمي طاقتك من المستغلين. التنمية الذاتية، الريد بيل كتركز على المسؤولية الشخصية. أنت المسؤول على حياتك، على نجاحك وفشلك. هاد الوعي كيدفعك تخدم على راسك، تطور من مهاراتك، وتحافظ على صحتك الجسدية والعقلية. كتصبح نسخة أفضل من نفسك، ماشي من أجل الآخرين، بل من أجل ذاتك أولا. أنت لست مجادلا، أنت واع. أنا لا أتجادل معهم. هاد الجملة كتلخص جزء كبير من قوة الريد بيل. النقاشات العقيمة مضيعة للوقت والطاقة. ملي كتكون واعي بالدوافع الحقيقية للناس وكتملك الثقة بالنفس، ما كتحتاج تبرر وجودك ولا تدافع على قناعاتك. الأجوبة الذكية والفكاهية اللي كتقتل الجدال هي سلاحك الأمضى. الريد بيل هي دعوة لليقظة والوعي. هي كتعطيك الأدوات باش تكون الرجل القوي، الواثق والذكي اللي كيعرف قيمته الحقيقية وما كيسمحش لأي حد يقلل منه أو يتحكم فيه. هي فلسفة كتحرك من الأوهام وكتمكنك تعيش حياة أكثر صدقا، قوة وسعادة.